بعد مرور 22 سنة من كارثة حديقة الديناصورات في الجزء الأول، وعلى جزيرة آيلا نوبلار بعينها تفتح حديقة العالم الجراسي أبوابها أخيرا للجمهور، ويتوافد عليها آلاف الزائرين كل يوم لحد لما تحصل حاجة غريبة. بيبدأ الفيلم بواحدة بتحط الشنط في العربية وبتندع على ولادها، فمحدش بيجي، فبتروح لابنها أوضة بيكون نايم على بطنه في سريره وماسك كاميرا لعبة من البلاستيك وبيتفرج فيها على صور حيوانات، وبتقوله يلا بينا علشان الطريق زحمة والطيارة ممكن تفوتنا، وبتقوله عايز قد ايه وقت علشان تتمخطر لحد ما توصل للعربية، وبيضحكوا وبتاخدوا العربية. وبيكون زاك واقف هو وحبيبته قدام البيت وبتقوله تتصور لي كل شوية علشان ما انساش شكلك، وابوه بيندى عليه وبيقول له يلا يا عم الحبيب احنا مش رايحين نحارب. وبيسيب زاك حبيبته وبيركب العربيه، ومامته بتبص له بتحاول تواسيه وبتقول له انت عارف ان فراق حبيبتك صعب بس كل حاجه هتبقى بخير. ووصلوا المطار ومامتهم بتوصي ابنها الصغير انه ياخد باله من نفسه، وبتقول للكبير خد بالك من نفسك ومن اخوك، ولما رن عليك ترد عليا في زرار اخضر يبقى دوس عليه، وبطل تطنشني لما برن عليك. وبيبان على زاك انه مش مهتم بكلام مامته، فابوه بيبص له بيقول له اسمع كلام امك. وبيركب الولدين الطيارة اللي بيكونوا مسافرين عند خالتهم كلير، وبعد ما بيوصلوا بيركبوا سفينة علشان توديهم الجزيرة. والولد الصغير بيسأل أخوه هي الجزيرة دي كبيرة؟ فبيرد يقول له كبيرة جدا، وبيقول له طب وزنها؟ فبيرد زاكو بيقول له بطل أسئلة هبلة ومستفزة. بيقول له انت تعرف ان الجزيرة دي لما فتحوا كان فيها 8 انواع من الحيوانات الأليفة اللي بتاكل أعشاب، دلوقتي فيها 10 انواع أليفة و6 انواع مفترسة بتاكل لحمة، وإن الجزيرة بتتكلف 50 طن من الأكل كل أسبوع للحيوانات دي. بيوصلوا الجزيرة بيدوروا على خالتهم كلير اللي بتكون مسؤولة عن غرفة التحكم في الجزيرة، وبتكون مشغولة جدا وبتكلف بنت اسمها زارا إنها تهتم بيهم وتكون معاهم، وهي هتقابلهم الساعة 8 بالليل. وراحت للأوضة اللي بيتحكموا فيها على الجزيرة كلها تطمن على الجزيرة، وبتسألهم عدد الناس اللي جايين يزوروا الجزيرة وإن كان في مشاكل معاهم ولا لأ. وبعد كده خرجت كلير من أوضة التحكم وراحت لصاحب الجزيرة اللي كان مستنيها في الطيارة الخاصة بتاعته، وسألها عن مكاسب السنة دي إيه ورأي الناس في الجزيرة وإن كانوا مبسوطين ولا لأ. بيقول لها تعالي يلا نشوف ديناصور الجديد. واتحركوا بالطيارة لحد لما وصلوا المكان على الجزيرة برضه، بس كانوا عاملين فيه زي مختبر سري بيهجنوا الحيوانات وبيعملوا دراسات على النتائج بتاعتها، ومن ضمن الحيوانات الديناصور اللي رايحين يشوفوه. نزلوا من الطيارة وصاحب المكان بيسألهم قربتوا تخلصوا ولا لسه؟ كان بيوجه الكلام للعمال اللي بيبنوا سور كبير وضخم، ودخل هو وكلير جوه وكان بيسأل عن الديناصور هل هو خطر ولا لأ. ردت كلير وقالت له ده كان هياكل ايد العامل ومش عارف هنقدر نظبطه ميزانية للأكل ولا لأ. بيبصوا على الديناصور من شباك إزاز وبيقول لها انت ما قلتليش إنها لونها أبيض. فردت عليه قالت له انت خايف تخوف العيال الصغيرة؟ قال لها العيال أهالي العيال نفسهم هيعملوا حمام على نفسهم، مش بعيد تيجي لهم كوابيس بالليل. فردت كلير قالت له دي حاجة حلوة ولا وحشة مش فاهمة يعني. ابتسم وقال لها دي حاجة ممتازة. قال لها هي ممكن تكون شايفانا؟ ردت عليه كلير وقالت له ما اعتقدش انها ممكن تكون شايفانا، بس هي بتحس بالاشعاع الحراري للتعابين. فقال لها هي مش كان ليها اخ؟ فردت كلير قالت له كانت جعانة فكلته. وفي مكان تاني في 4 ديناصورات بيجروا ورا خنزير اللي سابهم ودخل جحر كده علشان يستخبى منهم، وكان في راجل أوين واقف على جسر عالي لفوق بيتكلم معاهم وبيشاور لهم بإيديه وبيحاول يردهم ويخليهم يتفاعلوا مع البني آدمين ويسمعوا كلامه، ورمالهم فئران ياكلوها وبعدين شاور لهم إنهم يمشوا وسمعوا كلامه ومشوا. وفي اللحظة دي كان العمال اللي كانوا واقفين بيشوفوا إزاي قدر صاحبهم أوين يرد الديناصورات وخلاهم يسمعوا كلامه. فضلوا يسقفوا فرحانين ويحضنوا في بعض، وجه هوسكنز وكان فرحان وبيقول لأوين اللي روض الديناصورات انه فخور بيه وانه اخيرا حس ان المرتبات والفلوس اللي كان بيصرفها ما راحتش على الفاضي، بيقول له انه عايز يعمل تجربة ميدانية. اوين رد عليه وقال له ما نقدرش نعمل كده لان دي حيوانات مفترسة وما نقدرش نديها الامان. هوسكنز بيرد على اوين احنا ممكن ما ننقلهمش للميادين. بيرفض اوين الفكرة تماما، بيقول له ما ينفعش احنا ما بنقدرش نتحكم فيها تحكم كامل. هوسكنز بيقول له فكر الحيوانات دي ممكن ندخل بيها حرب، وان الديناصورات يقدر يقطع راس العدو بقطمة واحدة، وبكده نكون وفرنا بشريين وكمان نقدر نستغلها مكان الآلات. أوين ثابت على موقفه وإن الحيوانات دي ما ينفعش تحتك مع الآدميين. هوسكنز بيقول له فكر احنا معانا كنز ومش حاسين بيه. انت فاكر ان تامن اغنى رجل في العالم شغال في البترول والاتصالات والحدايق
العائلة هو راجل عنده شغل كتير، اوين بيسيبه وبيمشي. هوسكنز انت من يوم ما خليناك سبت البحرية وجيت هنا كنت عارف السر من الأول، وإن الحيوانات دي ممكن تحل محل الآلات وتوفر بيها أرواح بشرية. وفي اللحظة دي في خنزير هرب وراح عند الديناصورات، وكان عامل من فوق الجسر بيحاول يسحبه بشبكة صيد، ولكن فقد توازنه ووقع والديناصورات هجموا عليه. فجري بسرعة اوين وفتح بوابة القفص ودخل وبيحاول يتفاهم مع الديناصورات واللي كانت هايجة جدا وواخدة وضع الهجوم، واوين بيحاول يتحكم فيها بس مش قادر يسيطر عليهم سيطرة كاملة. فطلب من صاحبه يقفل باب القفص، واول لما قرب الباب يقفل خالص هرب اوين من القفص. وفي حديقة كانت في ناس كتير واطفال ومبسوطين، وعندي جراي وزاك اللي زوغوا من مساعدة خالتهم وسألها تتكلم في التليفون، وجريوا وراحوا بيتفرجوا على عرض الديناصورات. ام زاك وجراي بتتصل باختها وبتقول لها وهو ده اللي هتاخدي بالك من العيال سايباهم ليه يا اختي؟ كلير قالت لها انهم مع مساعدتها وانهم بخير وهي هتاخد اجازه وتقضي الاجازه معاهم. كلير بتروح لاوين وتطلب منه يجي يبص بصه كده على الديناصور الجديد بتاعها، وبيروح معاها المختبر السري اللي بيصنعوا فيه الحيوانات الهجينه. وقفوا عند الشباك الازاز بتحاول كلير تشوف فين الديناصور مش لاقياه، فبتطلب من العمال ينزلوا قطعة لحم علشان تظهر، ولكن المفاجأة إنها ما ظهرتش. وكانت كلير خايفة ليكون الديناصور هرب، وفحصوا القفص لقوه سليم ومفيش حاجة مكسورة فيه، ولكن الصدمة إنها تسلقت السور وخرجت بره. وهنا حالة رعب وفزع بين العمال، وكلير اتصلت بأوضة التحكم وقالت لهم يشوفوا الديناصور ده فين. ومن جهاز التتبع اللي معلقينه على ظهر الديناصور، واكتشفوا ان الديناصور واللي كان فيه اوين واتنين حراس امن وما لحقوش يبلغوهم. ظهر الديناصور اللي اكل واحد من العمال، وجري اوين والعامل التاني وخرجوا من القفص، وقبل داسوا على الزرار اللي بيقفل باب القفص. بس الديناصور كان قوي وقدر يكسر الباب وخرج يدور عليهم، وقدر ياكل العامل التاني. واوين استخبى تحت عربية وقطع خرطوم البنزين بتاعها وغرق نفسه علشان الديناصور ما يشمش ريحته. وبيقدر اوين انه يهرب بين الديناصور ويروح اوضه التحكم، وبيزعق في كلين وبيقول لها سالتك التركيب الجيني ليه؟ ايه ما رديش تقولي قبل بقى الحيوان ده يدمر المكان كله؟ ردت عليه كلير بكل برود وقالت له انهم بعتوا قوات مسلحه علشان يخلصوا منه. رد عليها اوين بيقول لها خلي كل القوات تنسحب حالا، مفيش حد هيقدر عليه، هيموتهم كلهم. في سلاح بيكون في المختبرات بيقتل اي هجين، هنعلقه في الطيارات ونضرب الديناصور علشان نحمي الناس. كلير بترد عليه وبتقول له انا مش هحول المكان لساحه حرب. اوين بيرد عليه وبيقول لها هو كده كده هيتحول لساحه حرب. بترد عليه كلير وبتقول له لو ما عندكش حاجه تفيدنا بيها فمش من الضروري تبقى هنا. انسحب اوين وسابهم وقال لهم ابقوا اسالوا الخبير بقى اللي صنع الديناصور ده علشان ده مش ديناصور اساسا، سلام. وسابهم وخرج من اوضه التحكم. وصلت قوات الامن المكان اللي فيه الديناصور، واللي اتفاجئوا ان الديناصور قدر يخلع جهاز التتبع اللي موجود في ظهره وظهر الديناصور. وحاولت قوات الامن بكل الطرق انها تقتله، ولكن للاسف ما قدروش عليه، كل افراد قوات الامن ماتت. وصاحب الحديقه راح للدكتور اللي في المختبر واللي بيصنع له الحيوانات اللي في الحديقه كلها، بيساله هو عمل الديناصور ده ازاي، وقال له ان الديناصور بقى وحش مش عارفين يتحكموا فيه. رد الدكتور وقال له دي طلباتك، انت اللي طلبت مني حاجه روعه وغريبه وتشد الناس. رد عليه صاحب الحديقه وقال له وقف كل المشاريع اللي انت شغال عليها دلوقتي واعتبر نفسك مرفوض. رد الدكتور وقال له انا مصنع لك الحيوانات اللي في الغابه وجاي دلوقتي ترفدني؟ قال له انا قلت لك وقف شغل على كل المشاريع. وفي الوقت ده كان جراي وزاك ركبوا عربيه من الازاز وبيقدروا يتحكموا فيها وبياخدوا جوله في الحديقه وبيشوفوا كل حاجه وهم قاعدين في العربيه. وعند كلير لقيوا ان الديناصور قرب على مكان فيه ناس من اللي جايين يتفسحوا، فقررت كلير انها تخلي المنطقه دي اللي هي فيها اولاد اختها. بس للاسف اولاد اختها ركبوا العربيه، وزاك وجراي وهم قاعدين في العربيه سمعوا ندى في لوحه التحكم اللي في العربيه ان كل الناس لازم ترجع وان ده امر ضروري. جراي لما سمع كده زعل علشان كان متحمس انه يستكشف الحديقه، وخصوصا انه بيحب الحيوانات، واخوه زاك علشان يخفف عنه قال له مش مشكله خلينا شويه كمان، احنا كده واخدين اذن من خالتك كلير. وبداوا يتمشوا في الحديقه بالعربيه الازاز لحد لما وصلوا السور اللي وراه موجود الديناصور، وشافوا الباب مكسور. في زاك قال لاخوه خلينا اخدك في رحله بقى كامله في عالم الجوراسي. واول لما دخلوا لقيوا 4 ديناصورات صغيرين كده ولسه بيتفرجوا وبيتكلموا مع بعض، وشافوا الديناصور الضخم في ازاز العربيه بتاعهم اللي بدا بالهجوم على طول وضرب الديناصورات الصغيرين واكل منهم واحد، وفضل يجري ورا عربيه زاك وجراي ومسكه بين اسنانه ورفعها لفوق. وراح زاك فتح باب بسرعه ونزل هو واخوه من العربيه وجري، والديناصور رمى العربيه من بين سنانه وفضل يجري ورا زاك وجراي لحد لما وصلوا لشلال. راح زاك مسك ايد جراي ونط من فوق الشلال على البحيره اللي تحتيه.
وعند كلير كانت خايفة وقلقانة ومش عارفة تعمل ايه. راحت لأوين وطلبت منه المساعدة واخدها وراحوا المكان اللي فيه الديناصور وزاك وجراي، وبدأوا يدوروا عليهم ولقوا العربية متكسرة وبابها مفتوح. خافت كلير على ولاد اختها وفضلت تدور عليهم هي وأوين اللي قال لها تسمع كلامه وما تجادلوش في حاجة. زاك وجراي فضلوا ماشيين لحد لما وصلوا المخزن فيه ادوات قديمة ومش شغالة، ولقيوا عربية زاك. بص لاخوه وقالوا فاكر لما صلحنا عربية جدنا؟ تعال نحاول نصلح العربية. وفضلوا يصلحوا فيها لحد لما فعلا اشتغلت، ومشوا بيها لحد لما وصلوا لبوابة المنتزه وهناك بقوا في امان. صاحب الحديقة قرر ياخد قواته والطيارة ويهجموا على الديناصور ويموتوه ويتخلصوا من شره. وفي طريقهم وهم بيطاردوا الديناصور كسر بيت الاحتواء بتاع طيور كبيرة وغريبة الشكل، وحصل من الطيور دي هجوم عنيف على الطيارة، وكلير وأوين جريوا واستخبوا في الأشجار منهم. والطيور دي وصلت عند الميدانيين في المنتزه وقوات الأمن ما عرفتش مكان الديناصور. وهنا هوسكنز بيلوم أوين وبيقول له شفت فوائد الديناصورات اللي كنت بتتريق على رأيي فيهم؟ هما اللي هيحلوا المشكلة دلوقتي ويدوروا على الديناصور. بدأ أوين يعمل خطة علشان ينقذ الميدانيين والمنتزه من الدمار، وجاب الاربع ديناصورات وشمموا ريحه الديناصور الجديد وفتح لهم القفص علشان يروحوا يدوروا على الديناصور الكبير. ومشي وراهم اوين وصاحبه بموتوسيكلات وكمان كلير بعربيه مصفحه وكان معاهم زاك وجراي. والديناصورات قدروا يوصلوا للديناصور الكبير، وبس حصلت حاجة غريبة. الديناصور الكبير قدر يتواصل مع الديناصورات الصغيرة ويخليهم معاه ضد أوين وكلير، وبالفعل بدأ الخمس ديناصورات في الهجوم عليهم. وفضلوا قوات الأمن تضرب عليهم نار وما قدروش عليهم، وانسحب قوات الأمن من المكان. لكن الديناصورات ما استسلمتش وفضلت تجري وراهم والمكان كله بقى فوضى. راح أوين وكلير وزاك وجراي المختبر علشان الدكتور يشوف حل يقدروا ينقذوا بيه الناس، ولقيوا هوسكنز هناك وبيقول لهم كل اللي بيحصل ده اتفاق بينه وبين الدكتور، وان الدكتور كان بيشتغل لحسابه. وهو بيتكلم دخل ديناصور المختبر وهاجم هوسكنز واكله، وهرب اوين وكلير وزاك وجراي وهما بيجروا حوتهم 3 ديناصورات. وهنا اوين حاول يرد الديناصور من تاني ويسيطر عليهم، وبالفعل استجابوا ليه ورجعوا في صفه وهاجموا الديناصور الكبير، ولكن ما كانوش قادرين عليه. وفي وسط كل المحاولات دي وهما مش قادرين عليه نطت سمكة قرش من البحيرة ومسكت الديناصور الكبير ونزلت بيه البحيرة وأكلته وخلصتهم منه. وتاني يوم بدأت الناس تحس بشوية أمان، وكان زاك وجراي مع خالتهم اللي بتطمن عليهم وبتقول لهم ما تقولوش لأمكم بقى على اللي حصل والنبي. ولكنها اتفاجئت لأختها وجوزها سمعوا باللي حصل على الجزيرة وجايين يطمنوا على عيالهم. وآخر مشهد في أوين بيقول لكلير احنا لازم نكون مع بعض.